عايزين نرحب بيكم العيله الشاطره الجدعه اللي قررت تجيب لعبه عشان تلعب فيها مع العيله بتاعتها. بجد يا جماعه، بجد احنا فخورين بيكم. بس عايزين نفكركم بحاجه صغيره قوي مهمه قوي. خلوا بالكم وانتوا بتلعبوا مع اولادكم وبناتكم، هم مش مستحملين خالص تنزلوا عليهم بالدرس. ليه ما حكيتليش وليه ما قلتليش وما كنتش اعرف الموضوع ده، ويا خبيث ويا ده ماما عارفه وانا ما اعرفش. بليز، دي مساحه من الوقت يلعبوا فيها ويقضوا وقت حلو قوي، وهيعبروا وهيحكوا، لانه على مدار 300 سؤال تقريبا بيحكوا لكم عن حاجات عميقه يمكن ما جاتش فرصه قبل كده تتكلموا فيها مع بعض. واللي خد الشهاده ديت هو اللي خلص خط النهايه في اللعب، بس الحقيقه هي مش النهايه. احنا مبسوطين قوي ان احنا نقول لكم عن كتاب اسمه لغات الحب الخمسه لجاري تشابمان، اللي اتكلم فيهم عن ان كل بني ادم عنده لغه الحب بتاعته. من فضلك اوعى تتلخبط وتكلم اللي قدامك بلغتك انت، كلمه باللغه اللي يفهمها. هم 5 لغات، والخمسه محتاج تكتشف في عيلتك كل حد من عيلتك بيحب ايه. اول لغه حب ان انا اقضي معاه وقت من غير ما اعمل حاجه، بسيب التليفون وبسيب التلفزيون وبس بقضي معاه وقت استمتع بيه واكتشف عنه حاجات، اسال عن يومه واحكي له عن يومي، وقت بجوده. تاني حاجه الهدايا، اجيب له هديه من غير مناسبه او بمناسبه بطريقه مفاجاه. في ناس دي لغه الحب بتاعتهم. تالت حاجه ان انا اعمل له اعمال خدميه. يعني خلصت مشاوير اجيب له حاجات اعمال خدميه، اساله محتاجني اخلص لك ايه، شايفك مضغوط ايه اللي ممكن يريحك النهارده واساعدك واقلل من عليك الاسترس. اعمال خدميه. رابع حاجه كلام مشجع، انت مختلف، انت مميز، انت جميله، انت جدعه، انت شاطره، انا بحب بنبسط وانا بقضي وقت معاك، انت بتضحكني قوي. خلينا مبتكرين واحنا بنقول لهم القصه دي. اخر حاجه وهي اللمس، اللمسات اللي فيها حب، زي ان انا احضنه وابوسه واطبطب عليه واعمل له كده رابنج في شعره واسكويزهم جامد، بمناسبه ومن غير مناسبه. محتاجين نعمل ده مع اولادنا وبناتنا ومع شركاء حياتنا. 5 لغات الحب. دور في عيلتك هم بيتكلموا انهي لغه واتكلم لغتهم عشان حبك يوصل لهم. واستمتعوا بتحدي العيله.